بتها. أنا بشكي همي والحوش بغني مع الطيور، قصايد أنا بيريحني. مش احمد منير بس او محمد منير اللي غنى لها، يمكن بلاد الذهب معروفه من زمان، وعدد كبير جدا من الشعراء انشدوا لها قصائد، وعدد كبير ايضا من المغنيين غنوا لها، ويمكن ليها تراث خاص وطبيعه خاصه ولغه خاصه جدا. هي بلاد الذهب، واللي سموها بلاد الذهب علشان هي اصل المعدن اللي بينتمي اليه الانسان هو الذهب. الانسان او الناس هناك زي ما بيقولوا جواهر في بلاد الذهب. عن النوبه مشاهدينا الكرام، النهارده الحوار في صباح جديد، ويمكن بنتكلم تحديدا عن مؤتمر النادي العام النوبي. هذا المؤتمر يمكن كان فيه 44 جمعية نوبية، حوالي 700 فرد نوبي خرجوا في مؤتمر بعدد من التوصيات، منها تأكيد لمحافظ أسوان على تخصيص 200 مليون جنيه لإنشاء 5 قرى لنوبيين على ضفاف بحيرة ناصر، ومنها أيضا تخصيص حوالي 10,000 فدان لإقامة مشروعات تكتمل بها دائرة التوطين التي يحلم بها النوبيون. الأستاذ مسعد هركي هو رئيس نادي النوبة العام، هو ضيفنا أيضا في استوديو صباح جديد، واللي هيحاول يلقي لنا الضوء على أهم المشاكل اللي تعرضت ليها النوبة، وأيضا يحكي لنا عن المؤتمر واللي خرج بيه من توصيات من هذا المؤتمر. صباح الخير. صباح النور، صباح الخير. ازي حضرتك وازاي النوبة؟ الله يبارك فيك ويديك الصحة والعافية. طيب خلينا نتكلم الأول قبل ما نبتدي حوارنا عن المشاكل، خلينا ناخد تاريخ عام او نبذه صغيره عن تاريخ النوبه والمشاكل اللي تعرضت لها، وهي يعني نخرج من السؤال الاولاني باهم المشاكل اللي احنا بنحاول كاهالي نوبه بنصلحها في الفتره دي. اولا صباح الخير، وبشكركم على حسن الاستقبال ببدايه الاغنيه الجميله دي اللي عملوها شباب النوبي من قلبهم، وطلعت فعلا كلحن وكلمات. الله الله قبل ما لان كانوا الشباب عاملينها بروح جميله جدا، وطلع فعلا من الشباب، ما فيش حد فيهم بروفيشنال، لكن هم كلهم عملوا الاغنيه دي جميله جدا. صباح الخير لاهل بلدي في النوبه، صباح الخير لمصر الجميله. طبعا احنا لو تطرقنا من ايام التهجير، اول تهجير كان سنه 1902، واخر تهجير كان سنه 1964، 4 هجرات. تمام. الاربع هجرات جغرافيا كانوا ازاي بس؟ هو كانوا على من حدود مصر 350 كيلو، كانوا عايشين على 350 كيلو على ضفاف النيل، بطول 350 كيلو. اللي حصل كان المنطقه متواجد فيها فدكات وكنوز وعرب. اللي كانوا يقطنوا في هذه المنطقه 17,000 أسرة. الكلام آخر تهجير تم كان سنة 1964، ودول تم نقلهم داخل كومومبو، تبعد عن المنطقة 350 كيلو. تمام. وعاشوا في منطقة صحراوية 50 كيلو فقط، 50 كيلو. فهنا هو احنا لو جينا بصينا للفرق ما بين الماضي والحاضر، هنلاقي ان ارتبطت المرحله دي بمرحله السد العالي. اما طبعا اول تعليق كانت سنه 1902 السد العالي، وبعد كده هو 1913، وبعد كده 1933، وبعد كده 1964 اللي هي بتاعه السد العالي، اللي هي تم تهجير بقى اكبر قرى النوبه في منطقه كومومبو. منطقه كومومبو منطقه صحراويه، عشان كده كانت تختلف خالص منطقة كومومبو عن المنطقة النيلية اللي احنا كنا عايشين عليها. فلو عملنا احنا نعمل مقارنة ما بين النوبة القديمة والجديدة، هتلاقي ان كنا الاول عايشين على 350، دلوقتي على 50، رغم تعداد يعني السكان زاد. الحمد لله. ايه؟ احنا احسن دلوقتي الحمد لله. لا، 350 كيلو وعايشين دلوقتي على 50. على 50. رغم ان التعداد كان 17، دلوقتي بقى 102. تمام تمام. وفي نفس الوقت الارض رخوه لا تصلح للبناء، فالدوله فعلا ما كانتش عملت تيست للارض قبل ما يقيموا عليها المنازل. فهتلاقي اغلبيه المنازل متواجده في هذه المنطقه الدوله صرفت فيها فعلا، وعملت بنيه اساسيه من مدارس، وطلعت يمكن قريه مركز نصر النوبه طلعت ثالثه في البنيه الاساسيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. لكن هل المدارس والمستشفيات والبيوت، البلد فعلا بتصرف في هذه المنطقة؟ عشان كده احنا بنقول ايه، عايزين تواصل بين هذه المنطقة وبين المنطقة اللي على ضفاف البحيرة. هنلاقي الفرق ما بين
المنطقه دي كان الاول يوجد استقرار معيشي. تمام. كان الاولاد يطلعوا يتجوزوا، بيوتهم يقدروا يبنوها في نفس المنطقه. تمام. حاليا في المنطقه اللي احنا فيها دي الارض لا تصلح. تلاقي الشاب المناطق القرى دخلت في بعضيها. خلينا نمسك في حته المجتمع دي، يعني كلمني عن المجتمع النوبي. اعتقد ان ليه خصوصيه ثقافيه وتاريخيه وحضاريه تمتد يمكن لالاف السنين. يعني 7000 سنه. 7000 سنه انت بتقول. اللغه، التراث، الفولكلور، الثقافه، ازاي بتمثل يعني جوهره خاصه في جنوب مصر؟ هو الجميل في اللي احنا في منطقه النوبه، اللي هم حتى يومنا هذا مرتبطين بعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم ومحتفظين بيها، حتى لو كان النوبيين انقسموا 30% متواجد داخل مصر حاليا و70 متواجد في السودان الشقيقة، لكن هتلاقي لحد يومنا هذا، لحد امبارح هتلاقي في اتصالات مباشرة، وهم بيجوا لنا واحنا بنروح لهم. كنا الشهر اللي فات، فهتلاقي مثلا قرايبنا موجودين في السودان نوبيين، وبيجوا نتبادل الزيارات عشان نتماسك باللغة والعادات والتقاليد اللي احنا بنتباهى بيها في اي مكان. وعلى فكرة هتروح في اي مكان في الدنيا هتعرف النوبي من لون بشرته، هتعرفه من ثوبه الجميل، هتعرفه من ربطتهم. في اي حته هتلاقي النوبيين عاملين روابط في كل دول العالم. ويمكن ليا زياره الاسبوع الجاي في دوله الكويت لرابطه النوبه في الكويت، بعد كده في السعوديه. الشيء الجميل ان احنا تلاقينا مترابطين جدا في كل شيء، في المأتم، في المأكل، في الافراح. ترفضوا على اطلاق لفظ اقليه على انفسكم؟ احنا عصب بلدنا الجميل. تمام. واحنا العمود الفقري. بنقول زمان ما كانش في حاجه اسمها حدود، كانوا بيحرسوا الحدود الهجانه اللي هم اهلنا. اللغه النوبيه هي اللي استغلت كشف. دقيقه يا استاذ مسعد، يمكن دلوقتي الساعه 7:30 عناوين الاخبار مع الزميل عمرو خليل، ونرجع تاني مشاهدينا الكرام لاستكمال الحوار عن النوبه. وبنرجع تاني للناس الطيبين، اطيب ناس في مصر، لبلاد الذهب وللنوبه. حوارنا النهارده مشاهدينا الكرام في صباح جديد الاستاذ مسعد هلكي، هو رئيس نادي النوبه العام. في صباح جديد هيكلمنا عن مؤتمر اهالي النوبه اللي حاولوا فيه يعرضوا مشاكلهم وياخدوا فيها حلول جذريه. استاذ مسعد، يعني كنت بتكلمني من شويه عن الخصوصيه الثقافيه والحضاريه لاهالي النوبه قبل ما نخش في مشكله المؤتمر او المحاور، الجزء الجميل اللي احنا عايزين نسمعه اصلا عن النوبه. تمام. يعني ايه اللي اتميزت بيه تحديدا